أهلا بكل عشاق المتعة والإثارة. طبعا النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا عن أحداث ساخنة جدا بتحدث الآن قلب الكرة المصرية والرأي العام المصري كله وكل الناس بتتكلم عنها، وهو ترند تصريحات حسام حسن. أنا بصراحة يعني ما بحبش أتكلم عن تصريحات كتير أو موضوع يخص حسام حسن بالذات، أنا بحبه جدا وكده. ولكن في هجوم شديد جدا جدا على الكابتن حسام حسن بسبب أداء المنتخب في المباريتين الأخيرتين قدام أوزبكستان وقدام كاب فيردي، وأيضا بسبب التصريحات اللي هو قالها. بصراحة يعني أنا أتفق توقيت التصريحات مش كويس خالص، وكمان التصريحات فيها خانته بشكل كبير جدا. ما كانش المفروض يقول الكلام ده، ولكن أنا متأكد إن قصد الكابتن حسام حسن أو نيته كده كانت يعني غير اللي اتفهمت تماما من التصريحات ديت، أو إن الشعب ترجمها والناس كلها والقنوات والإعلام ترجموها بشكل مش مظبوط أو غير اللي كان الكابتن حسام حسن يقصده. ولكن في العموم انا بتفق ان التصريحات بصراحه ما كانش المفروض تخرج منه، ما كانش المفروض تطلع في الوقت ده. يا كابتن حسام حسن كان المفروض تخلص كاس الامم الافريقيه على خير الاول، تحقق نتائج كويسه ومميزه جدا وبعدين تخرج كل اللي جواك. التصريحات ديت بتبين قد ايه الكابتن حسام حسن مضغوط هو وجهازه الفني، قد ايه بيشتغل تحت ضغط كبير جدا جدا، قد ايه هو باصص للناس اللي منتقدين والناس اللي هي بتتكلم عليه بصوره مش كويسه. يعني اتمنى ان هو يسد ودانه عن كل الكلام ده وعن كل الانتقادات وعن اي حد بيتكلم عليه، ويركز بس مع المنتخب ويركز مع شغله. لما كابتن حسام حسن كان ساكت وما كانش بيتكلم، كلنا طلعنا اشدنا بيه، وان دي كانت حاجه كويسه جدا. وفي ناس كتيره جدا يعني بتحاول ان هي تخليه يطلع عن شعوره او يقول كلام مش المفروض يقوله، وهو كان ملتزم الصمت واشدنا بالموضوع دوت. ولكن المره دي يعني بصراحه نجحوا ان هم يخرجوه عن شعوره، وان هو يعني يقول كلام مش المفروض يتقال. هو ممكن ما يكونش غلط، يعني انا بتفق الكلام مش غلط، سواء بقى الكلام غلط او صح، ولكن ما كانش المفروض تطلع التصريحات ديت وما كانش المفروض تطلع في الوقت ده بالذات. فانا اناشد الكابتن حسام حسن ان هو يرجع تاني لهدوءه وصمته، وان هو يركز بس في شغله وفي تدريب المنتخب، ولا يلتفت لاي حاجه خالص ولا لاي انتقادات ولا لاي كلام بيتقال عليه. دوت هو سبيل النجاح الوحيد. فيعني يا ريت صوت يوصل له، صوت كل العقلاء بصراحه قالوا نفس الكلام برضو. يعني يمكن اهم حاجه في تصريحاته اللي هو قالها، قال ان يعني بنلاعب منتخبات قويه عندها محترفين بال 26 لاعب وال 28 لاعب محترفين في اوروبا، واحنا عندنا اثنين محترفين وربع. طبعا هو يقصد مصطفى محمد بالربع ده. طبعا اثنين محترفين هم محمد صلاح ومرموش، والربع ده هو مصطفى محمد، ودول المحترفين في اوروبا. ما اتكلمش طبعا ان في عندنا مثلا زي ابراهيم عادل ومحترف هو ورامي ربيعه في الامارات. ولكن هو كان بيتكلم عن المحترفين في اوروبا بشكل اكبر. في ناس بقى عايزه تجيب ان دول مش محترفين وكده، ولكن هو ما قصدش كده خالص. في توضيح طلع من الكابتن حسام حسن من منتخب مصر ان هو يقصد بكلمه ربع محترف ديت ان هو ما بيشاركش بشكل اساسي، او ان المفروض ان هو يعني يبذل مجهود اكثر علشان يبتدي يشارك او يروح لنادي تاني يشارك فيه وكده. انما هو لسه مش يعني ايه مشترك بشكل اساسي او محترف اساسي في اوروبا، لان هو حاليا دكه ولسه مستواه ما رجعش زي ما كان. وبيتمنى ان هو لو خد فرصه، وان هو لو اخد فرصه فعلا في النادي بتاعه او راح نادي تاني يلعب فيها هيتالق وهيبقى محترف كامل يعني. انما هو لسه دلوقتي ما خدش الفرصه الكامله بتاعته، هو بيتكلم عن الفرصه اللي هو بياخدها، مش بيتكلم عن ان هو مش محترف. بصراحه بالنسبه لقصد الكابتن حسام حسن ان هو ده قصده، فعلا هو ده قصده، وانا متاكد ان هو ده قصده. انا دايما بفترض حسن النيه، ومفيش هنا مجال ان احنا نفترض ان هو قصده يقلل من الكابتن مصطفى محمد يعني. لكن طبعا اتخذت بشكل خاطئ، واتقال ان هو بيقلل من مصطفى محمد. الناس كلها يعني اتكلمت على الموضوع ده، وفي صحف أوروبية برضو اتكلمت على الموضوع دوت. آه، ده أولا.
إن هو ما كانش قصده القصد اللي هو اتفهمت بيه. ثانيًا بالنسبة للاحترافية، يعني كلنا عارفين احترافيًا مصطفى محمد يعني في عقلية كده إلى حدٍ ما مش احترافية أوي. شُفنا مواقف ليه قبل كده بصق على مدرب، شُفنا شوّح لمدرب وعمل إشارات، وشُفنا في الماتش اللي فات إن هو كان بيبُص كده وما كانش عايز يخرج لمّا كان في تبديل وصلاح محسن نازل. فطبعًا المواقف ديّة، وكان في موقف قبل كده برضه مع كابتن حسام حسن المعسكر اللي فات، وإن هو ما لعبش المباراة الأولانية ونزل آخر يعني دقايق في الوقت الضايع في المباراة التانية، فكان في clash برضه بينه وبين الكابتن حسام حسن. ف ممكن يكون الكابتن حسام حسن قصده على كده، ما أعتقدش إن هو قصده على كده خالص. ولو قصده على كده، ما هو الكابتن مصطفى محمد دي حاجات هو عملها بالفعل، ودي حاجات ضد الاحترافية. فأنا بصراحة كابتن مصطفى محمد عمل إيه مع منتخب مصر في آخر ماتشات؟ يعني كام جون سجّلهم؟ يعني كابتن حسام حسن لعب كام ماتش، مصطفى محمد يمكن ما شاركش، شارك فيهم في معظمهم كلّهم، جاب جون واحد بس، يمكن آخر 14 والّا 15 ماتش مع منتخب مصر ما جابش غير جون واحد. طب هل دي مستوى مهاجم منتخب مصر محترف في أوروبا؟ أنا ما أعتقدش. ولو مصطفى محمد هيعمل مشاكل وهيعمل زي ما عمل المعسكر اللي فات ويقول لأ أنا ليه ما العبش ولازم أنزل أساسي، ويعمل زي ما عمل مع الكابتن حسام البدري، أو يرجع تاني لنظام التشويح والإشارات والكلام دوّة، بصراحة لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر. أولًا إنتاجيًا مش شايف إن هو مُنتِج أوي مع المنتخب. في لعيبة كتير جدًا ممكن تيجي تاخد الفرصة ديّة وتكون منتجة أكتر منه. ثانيًا بالنسبة لسلوكيًا، هو برضه سلوكيًا مش كويس أوي مع منتخب مصر. في لعيبة برضه تيجي تكون منضبطة وملتزمة، هيكون أفضل لمصلحة منتخب مصر كلّها. طيب فده رأيي بالنسبة لمصطفى محمد، إن هو لو هو هيستمر بالمستوى ده وبالسلوكيات ديّة، فالأفضل إن هو ما ينضمش لمنتخب مصر، وعدم انضمامه هيكون مصلحة، لأن حتى بقى في gap ما بين كابتن حسام حسن وكابتن مصطفى محمد بعد التصريحات الأخيرة ديّة، وده شيء أنا لا أتمناه يكون في مشاكل ما بين المدرب ولاعبين عنده. بعد كده في تصريح تاني بيقول برضه على المدرب الأجنبي، الناس بتحترمه وبتقول ده خبرة وده بيعمل إيه ده التكتيك دوّة وإيه الحاجات، إنما المدرب المصري على طول بينتقدوه وكده. وأنا باقول اللي بينتقدني دول ما بيحبوش مصر، أو إحنا بنحب مصر وهنكمّل في شغلنا دخّلها يعني في مسألة وطنية وحُب مصر، وإن ما حدش ينتقده والكلام ده، إن هم بينتقدوا المدرب الوطني. لأ، هو طبعًا الراجل يعبّر عن إن هو مضغوط جامد جدًا، والكلام دوّة نتيجة الضغط القوي اللي هو واقع عليه. المفروض ما يلتفتش للكلام ده خالص ولا للضغط ده، وإن فعلًا عدد مؤيدين كابتن حسام حسن أكتر بكتير من عدد معارضيه، إن هو المفروض ما يبُصّش لكلام المعارضين ولا كلام الانتقاد، ويحاول إن هو يحقق نتايج كويسة، لإن هي دي الأمان الوحيد والحاجة الوحيدة اللي هتسمح له إن هو الناس تتكلم عليه كويس. ولو هو كان بيحقق نتايج كويسة وأداء كويس، ما كانش حد قدر يتكلم عليه. حقه يا جماعة، هو نازل ماتشات ودية بيجرب، واضح إن المعسكر ده كله تجربة، واخد لعيبة كلها جديدة، واخد خطة جديدة بيجربها، بيدرب اللعيبة عليها، لسه عنده معسكر تاني طويل قبل كأس الأمم الأفريقية. إيه المشكلة لما يجرب لعيبة، يجرب خطة؟ أنا مش شايف فيها. الناس اللي بتنتقد إيه الخطة ديّة وليه بتلعب بيها واللعيبة فعلًا هو اللعيبة ما بتلعبش، بس إيه المشكلة إن هو يجرب؟ مش يمكن تنفع، يمكن يحتاجها في بعض الماتشات. ناس تانية بتنتقد كابتن حسام حسن إن هو استخدم 6 طرق لعب من ساعة ما مسك المنتخب ومش ثابت على طريقة. طب وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ لسه عنده معسكر طويل تاني هيثبّت فيه طريقة وهيثبّت فيه اللعيبة، حتى لو ما ممكن يحتاج الطرق ديّة بعد كده قدّام. ودي ميزة إن هو بيدرّب لعيبته على كذا طريقة لعب، ممكن قدّام المنتخب القوي غير قدّام المنتخب الضعيف، ممكن قدّام منتخب بيهاجم غير قدّام المنتخب اللي إيه المشكلة لمّا يلعب بطرق مختلفة؟ يعني أنا مش شايف فيها أي مشكلة بصراحة، وإن هي ممكن تكون ميزة في كأس أفريقيا، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق. وأنا باساند كابتن حسام حسن على جميع الأصعدة، إن هو يكمّل كأس أفريقيا ويحقق نتايج كويسة، يكمّل كأس العالم ويحقق نتايج كويسة برضه إن شاء الله بإذن الله. كان في برضه بيقول لك إن هو يعني تكتيكيًا مش أوي، وإن هو بس يعني حماسة وكده. الكابتن برضه الجوهري كان بصراحة دماغه عالية جدًا وبتاع، بس برضه هو كان بيعتمد على الالتزام وعلى الانضباط بس ما كانش بقى في الأخبار
ولا سوشيال ميديا ولا الناس بتتكلم عليه زي اليومين دول. كان في كابتن حسن شحاته برضه ما كانش تكتيكيا جامد، بس كان بيعتمد على الانضباط والالتزام والتحفيز والجمهور والحماس والكلام ده كله كان بيساعد. فايه المشكله؟ كابتن حسام حسن حتى لو هو فنيا برضه هيعتمد على نفس الكلام دوت وممكن ينجح. ايه المشكله؟ ما نسانده يا جماعه، نسانده. انا شايف ان هو عامل نتائج كويسه، ما اتغلبش غير ماتشين وديين، عادي ما فيش مشكله. ماتشات الوديه من حقه يجرب فيها، ما فيش اي مشكله خالص. عندنا مثلا كارلو انشيلوتي ماسك منتخب كارلو انشيلوتي يعني من اكبر واحسن مدربين العالم واعلى ناس في تكتيك في العالم، وكل الناس عارفه الكلام ده. ماسك منتخب، اتعادل مع السنغال، اتعادل مع تونس. ده المفروض بقى هناك يمسكوه يحدفوه بالطوب بقى لو هي مثلا بالماتشات الوديه او بنتائج الماتشات الوديه يعني الراجل داخل برضه على كاس عالم ومنافسات قويه وبيتعادل مع السنغال ومع تونس. دول بالنسبه للبرازيل طبعا مستوى اقل بكتير جدا. ايه المشكله؟ ما عملولوش حاجه، عادي. والراجل طلع قال المستويات قويه ومباريات كانت صعبه وعانينا قدام تونس، وكان ماتش صعب جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. فانا اتمنى المسانده للكابتن حسام حسن ان شاء الله باذن الله. في المواجهات القويه اللي جايه هيثبت كفاءه، ان شاء الله هيحقق نتائج كويسه، وان شاء الله باذن الله يكمل في تدريب منتخب مصر. ناس تانية بتقول ان هو يعني ازاي تجيبوا مدرب ما خدش ولا بطوله قبل كده، ما حققش ولا لقب يدرب منتخب مصر. طيب نجيب مين؟ نجيب مين؟ يعني عايزين نجيب مثلا، لو قلنا مدرب وطني، مين احسن مدرب وطني ممكن يمسك منتخب مصر دلوقتي؟ مفيش غير مثلا ممكن كابتن حلمي طولان ماسك المنتخب الثاني. كابتن حلمي طولان حقق كاس مصر مثلا مع الزمالك، مدرب كويس جدا وممتاز، مفيش مشكله يمسك منتخب مصر. بس في مدرب ماسك دلوقتي لازم نسانده، لما يفشل نبقى نجيب بقى مدرب بداله. كابتن حلمي طولان انا شايف لو كابتن حسام حسن مشي خيار مناسب جدا، وبرده يعني منضبط وانسان محترم. في كابتن علي ماهر برده محترم جدا، محققش ولا بطوله برده غير تقريبا الرابطه مع نادي سيراميكا، تمام، محقق بطوله بس ما مسكوش منتخبات قبل كده. ميزه كابتن حسام حسن ان هو مسك منتخب الاردن وحقق معاه انجازات، ودي كفايه. مسك منتخب الاردن، حقق معاه انجازات في كاس اسيا، وصل لدور الثمانيه، اتغلب بضربات الجزاء من اليابان، وكان دي اول مره منتخب الاردن في التاريخ يوصل لكاس اسيا تقريبا. وصل للنهائي يعني اللي هو الملحق العالمي لكاس العالم، واتغلب من الاوروجواي. طبعا مباراه قويه جدا، فاللي هو كان فاضل له نص خطوه ويبقى في كاس العالم، ودي برده كان هيبقى انجاز كبير جدا للاردن. ما كانش يعني، دي كلها انجازات حقق مع المصري، انجازات. وصل قبل نهائي الكونفدراليه، وصل لنهائي السوبر، وصل نهائي كاس مصر، فوصل لنهائي بطولات كتيره جدا، وكان فاضل له يعني ايه، تكه صغيره وياخد بطولات. فمش دي الحاجه اللي تعيبه، هو ميزته الوحيده ان هو مسك منتخبات قبل كده. كابتن حلمي طولان مسك منتخب ايه قبل كده؟ كابتن علي ماهر مسك منتخب ايه قبل كده؟ والبطولات اللي حققوها كاس مصر وكاس الرابطه. يعني ما فيش برضو مدربين مصريين حققوا بطولات كبيرة. ممكن برضو في أجانب، ناس بتتكلم على كولر يمسك منتخب مصر، ما فيش مشكلة. كولر يجي يمسك، بس أنت يعني عندك مدربين وطنيين قلنا ممتازين جدا. كابتن حسام حسن، كابتن حلمي طولان، كابتن علي ماهر، ممتازين جدا، ممكن أي حد فيهم يمسك. وكلهم بيقبضوا بالعملة المحلية بالجنيه المصري. ليه أجيب مدرب أجنبي يقبض بالدولار؟ ميكالي مثلا أو كولر بياخدوا بالدولار طبعا. مدرب ميكالي مرتبه عالي بس اقل من كولر، كولر مرتبه اعلى بكتير. فممكن برضو نصبر على الكابتن حسام حسن ونسانده. وان شاء الله باذن الله هيحقق نتائج كويسه. واحنا جربنا مدربين اجانب كتيره جدا، ولكن النتائج الكويسه كلها كانت على ايد كابتن جوهري مدرب وطني، كابتن حسن شحاته مدرب وطني. امتداد ليهم ان شاء الله باذن الله يكون كابتن حسام حسن ويحقق نتائج كويسه كبيره جدا وهو مدرب وطني برضه. فكل الدعم والمسانده للكابتن حسام حسن، واتكلمت تقريبا في كل الكلام اللي بيتقال عليه او على التصريحات بتاعته. اتمنى اكون غطيتها كلها. في بعد كده عندنا جوائز الكاف، حفل جوائز الكاف النهارده ان شاء الله باذن الله الساعه 8، يعني بعد تقريبا ساعه ونص اعتقد هيبقى في حفل جوائز الكاف. طبعا المصريين في حفل جوائز الكاف دولت ما فيش غير اتنين بينافسوا، محمد صلاح على احسن لاعب، ونادي بيراميدز على احسن نادي. احسن نادي في افريقيا نادي بيراميدز، حظوظه كبيره جدا ان هو ياخدها ان شاء الله باذن الله. محمد صلاح على احسن لاعب
يعني أعتقد إن حكيمي محسومة لأشرف حكيمي نتيجة للنتائج اللي حققها مع باريس سان جيرمان. نهائي وصل نهائي الشامبيونز ليج وخد البطولة، وصل لنهائي كأس العالم للأندية، خسر في النهائي. طبعا أرقام مميزة جدا، خصوصا إن هو مدافع جايب عدد اهداف كويس واسيستات كتير وعامل شغل كويس جدا مع باريس سان جيرمان. فاعتقد محسومه لاشرف حكيمي الى حد كبير. طبعا معاهم فيكتور اوسيمين بيلعب في جالاتا سراي، ما اعتقدش ان هو فرص قويه جدا. محمد صلاح في شكوك ان هو هيروح يحضر الحفله، منزل النهارده صورته مع بنته في البيت، فغالبا كده هو يعني مش رايح الحفله، لان هو عارف ان هي محسومه لاشرف حكيمي بنسبه كبيره جدا. في حاجه غريبه جدا في حفل جوائز الكاف دوت، في 11 جايزه هيوزعهم الكاف النهارده. ال 11 جايزه في مغاربه مرشحين على ال 11 جايزه، يعني كل الجوائز فيها مرشحين مغاربه بلا استثناء، بلا استثناء. بل بالعكس، ده في جوائز من الثلاثه المرشحين في اثنين مغاربه مرشحين عليهم، اثنين مغاربه مرشحين على نفس الجائزه من ال 11 جائزه. فطبعا يعني مثلا 11 جائزه هيوزعهم الكاف النهارده، مرشح كل جائزه ثلاثه، يعني كل المرشحين 33، 17 منهم مغاربه من ال 33 دول. مفيش جائزه ما عليهاش مرشح مغربي النهارده، وده دليل على قوه الكره المغربيه وتقدمها بشكل كبير جدا، وان هي يعني عاملين اداء كويس جدا. احسن لاعب عندك اشرف حكيمي من المغرب، ومحمد صلاح وفيكتور اوسيمين زي ما قلنا. افضل حارس ياسين بونو من المغرب، ومنير محمدي من نهضه بركان، وويليامز بتاع مولودي سان داونز من جنوب افريقيا. عندك افضل لاعب انديه، يعني افضل لاعب محلي الشيبي من المغرب، و اسامه الملوي من نهضه بركان، وفي فيستون مايلي بتاع بيراميدز من الكونغو الديمقراطيه. افضل مدرب رجال في الركراكي من المغرب. كل الجوائز فيها مرشحين مغربيه، ومحمد وهبي من المغرب، ادي اثنين مرشحين مغاربه. وفي بوبيستا من الراس الاخضر. في افضل لاعب افريقي شاب عندك عثمان معمة، ده من المغرب اللي قاد المغرب للفوز بكاس العالم للشباب من شهر تقريبا. وعبد الله وزام من المغرب، ادي اثنين مغاربه. وتايلون سميث بتاع جنوب افريقيا مدرب لاعب جنوب افريقيا الشاب. في برضو افضل منتخب المغرب، ومنتخب المغرب تحت 20 سنه اللي هو الشباب اللي خد كاس العالم، متوقع ان هو ده اللي هياخدها. وفي منتخب الراس الاخضر عندك افضل نادي رجال مامولدي سان داونز ونادي بيراميدز. ان شاء الله نادي بيراميدز ياخدها، هو المرشح الاقوى. ونادي نهضه بركان المغربي. افضل لاعيبه افريقيه، حتى افضل لاعيبه برضو المغرب متقدمه فيها، في سناء مسعودي من المغرب لاعيبه الجيش الملكي، وغزلان الشباك من المغرب برضو. وفي رشيدات اجيبادي دي من نيجيريا بتلعب في باريس سان جيرمان. مش عارف والله مين المرشح فيهم، يعني ما اعرفهمش، مش متابع الكره النسائيه قوي في افريقيا. افضل حارسه مرمى برضو ست، هتلاقي فيهم برضو خديجه الرميشي مغربيه، معاها واحده اسمها شيا ماكا من نيجيريا، وانديل ديلاميني من جنوب افريقيا. في برضو عندنا افضل لاعيبه افريقيه شابه برضو في الجيش الملكي، واحده اسمها ضحى المدني من المغرب. في شاكيرات من نيجيريا، واجين داي من السنغال. اجين داي دي بتفكرني باللعيبه السنغال الرجال. افضل منتخب نسائي منتخب المغرب، ومنتخب غانا، ومنتخب نيجيريا. افضل لاعب طبعا هي دي كده ال 11 جايزه اللي قلنا عليهم هيوزعهم الاتحاد، في كلهم فيهم مرشحين مغاربه، فيهم برضو جوائز ليها اثنين مرشحين مغاربه. فطبعا هتكون منافسه قويه جدا، وهنشوف النتيجه النهارده مين اللي هيكسب الجوائز ديت. ان شاء الله باذن الله التوفيق لمحمد صلاح، نتمنى له الفوز رغم فرصه الضعيفه. ونتمنى ايضا الفوز لنادي بيراميدز بافضل نادي في افريقيا. طيب تمام، اخر حاجه عندنا عايزين نشوف مواعيد مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز. هيلعبوا المباريات اللي طبعا التوقف الدولي خلص، هنخش على المباريات والمعمعة الافريقيه. عندنا ماتش الاهلي مع شبيبه القبائل في استاد القاهره يوم 22، يوم السبت ان شاء الله اللي جاي 22 نوفمبر. بعديه هيسافر للمغرب يلاعب الجيش الملكي المغربي يوم 28 نوفمبر. كان المفروض يكون في ماتش في الدوري في النص،
ولكن اتشال بسبب قصر المسافه. طبعا من يوم السبت ليوم الجمعه فرق 6 ايام، فهتحط فين ماتش في الدوري في النص؟ فما فيش يوم السبت ان شاء الله 22، الجمعه اللي بعدها 28 هيكون سافر المغرب، هيلعب مع الجيش الملكي ان شاء الله باذن الله. بعد كده طبعا في توقف دولي، كاس العرب وكاس افريقيا، يرجع يوم 19 يناير يلاعب الجيش، وبعدين يلاعب يانج افريكانز يوم 23 يناير بعد التوقف الدولي ان شاء الله باذن الله في شهر يناير. ففي ماتشين في افريقيا قبل التوقف الدولي، ماتشين قويين مهمين جدا، نتمنى الاهلي يخش التوقف الدولي وهو متصدر للمجموعه وفايز في الماتشين دول باذن الله. الزمالك ان شاء الله هيلاعب زيسكو يونايتد يوم الاحد 23 نوفمبر برضو في استاد القاهره في مصر. بعدين هيروح يلاعب كايزر تشيفز في جنوب افريقيا يوم 30 نوفمبر. كايزر تشيفز يوم 30 نوفمبر، وزيسكو يونايتد يوم 23 يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله باذن الله. بعدين الحد اللي بعديه يوم 30 هيروح جنوب افريقيا يلاعب كايزر تشيفز. بعدين لما يرجع بقى من التوقف الدولي بعد كاس العرب وكاس افريقيا يوم 20 يناير هيلاعب انبي. بالنسبه لبيراميدز، بيراميدز جدوله مسحوم شويه بقى، لان هو تقريبا يعني هيخش التوقف الدولي متاخر شويه، مش هياخد التوقف الدولي او مش هيخش بطوله كاس العرب ولاعيبته تم استبعادهم. هيلاعب اول حاجه نادي ريفرز يونايتد يوم 22 نوفمبر، يوم السبت 22 نوفمبر زي الاهلي بالظبط. بعدين هيلاعب نادي المقاولين العرب يوم 3 25، يعني هيلعب السبت وبعدين الثلاث، وبعدين يرجع يلعب السبت تاني مع باور ديناموز. هيسافر ان شاء الله باذن الله علشان يلاعب نادي باور ديناموز على ارضه في زامبيا ان شاء الله يوم السبت 29 نوفمبر. يبقى هيلاعب الاول ريفرز يونايتد النيجيري يوم 22، بعدين هيروح يلاعب المقاولين يوم 25 3، وبعدين يسافر زامبيا يلاعب باور ديناموز يوم 29 نوفمبر. هل كده التوقف الدولي خلص؟ لا، مش هيخش التوقف الدولي دلوقتي. بعد كده هيلاعب كهرباء الاسماعيليه يوم 3 ديسمبر، وبعدين هيلاعب نادي بتروجيت يوم 6 ديسمبر. بعدين ياخد التوقف الدولي ويرجع يوم 19 يناير يلاعب البنك الاهلي، وبعدين 23 يلاعب نهضه بركان في المغرب. دي مباريات نادي بيراميدز القادمه ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للفرق المصريه في بطولات افريقيا، سواء الاهلي وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا والزمالك والمصري في بطوله الكونفدراليه. ودي كانت كل اخبارنا النهارده. ان شاء الله لينا حلقه ثانيه بعد مسابقه الكاف، افضل جوائز افضل لعيبه في الكاف وكده. ان شاء الله نشوف النتائج ونتمنى التوفيق للعنصرين المصريين المشاركين في الجوائز ديت وفي الحفله. وهنشوف محمد صلاح ممكن يحضر ولا لا، ولكن في تنبؤات بتقول ان هو مش هيقدر يحضر النهارده علشان هو عارف ان اشرف حكيمي هو اللي حسمها. الى اللقاء وانتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله.